إخواتي بصوا، في حاجة بتحصل ورا الكواليس وكل مسيحي لازم يعرفها. الموضوع كده، فاكر من كام سنة فاتت مجموعة من الحاخامات هناك في إسرائيل بعتوا طلب لدونالد ترامب وفلاديمير بوتين رئيس روسيا عشان يساعدوا إسرائيل في إعادة بناء الهيكل الثالث. أيوة، وكمان عملوا عملة تذكارية عليها صورة ترامب على الوجه الأمامي وقارنوه بالملك كورش. الملك ده لو انت مش عارف كان ملك أممي، يعني ما كانش يهودي، بس ربنا استخدمه علشان يساعد اليهود يبنوا الهيكل تاني في إسرائيل. ودلوقتي كانوا بيقارنوا ترامب بالملك كورش ده، وبعد كده عارف ايه حصل؟ سكتوا. المجموعة دي من الحاخامات ما بقوش يدوروا ورا رجال أقوياء أو ناس مهمة علشان يبنوا الهيكل ده تاني. هما في الحقيقة بيعملوا حاجة أخطر بكتير، وفكرت الناصحين لازم يعرفوا الموضوع ده، وساعتها بدأت أبحث عن شوية حاجات عنه. هم فعلا بيسرعوا جدا في إعادة بناء الهيكل الثالث، وهقول لكم هنا معلومة جديدة تقريبا محدش يعرفها، فخليك معايا للآخر لو بتحب المواضيع دي. صح؟ عن نهاية الأزمنة، مواضيع حديثة ومثيرة وبحسب كلمة ربنا وفي ضوء الكتاب المقدس، فاشترك في قناتي ماشي؟ وكمان كل يوم بعمل صلوات الصبح وبالليل، فتعالوا شاركونا. يلا بينا يا إخواتي. فكر معايا في حاجة هنا، لو شغلت التلفزيون دلوقتي أو فتحت أي موقع أخبار على الإنترنت هتلاقي إيه؟ هتلاقي الكل بيتكلم عن السياسة، مش كده؟ عن حياة المشاهير، عن الاقتصاد، عن الحروب، عن التكنولوجيا. بس يا إخواتي في حاجة بتحصل ورا الكواليس والإعلام مش عارف يفسرها إزاي، وكمان لأنه ما عندهمش الرؤية الروحية اللي عندنا، وأغلب الناس حتى ما عندهمش علم بالموضوع ده. هبدأ أتكلم معك دلوقتي عن السنهدرين. لو أنت مش عارف، السنهدرين كان المحكمة الدينية والقضائية الأهم عند اليهود في أيام الكتاب المقدس زمان، وأنت هتفهم ليه أنا بتكلم عن السنهدرين. الموضوع كده، السنهدرين ده كان بيتكون من مجلس من 70 شيخ وحاخام، وكانوا بيحكموا في القضايا الكبيرة جدا في إسرائيل، وكان دايما في قلب كل حاجة في العهد الجديد. بس في تفصيلة، المحكمة دي فضلت معطلة لقرون طويلة لحد ما في السنين الأخيرة مجموعات دينية أرثوذكسية في إسرائيل نظموا نفسهم علشان يرجعوا المجلس ده تاني اللي اسمه السنهدرين الناشئ. ومؤخرا عملوا خطوة مدهشة. إيه اللي عملوه؟ وافقوا على مرسوم رسمي اتعمل مباشرة لربنا. يعني هم ما بعتوش الطلب ده للحكومات ولا للناس المهمة ولا للبرلمانات ولا لأي سلطة بشرية، ببساطة لأن عندهم قناعة قوية جدا، وهي الآتي: هدول الحاخامات بيعتقدوا إن المحكمة هنا على الأرض ليها سلطة تصدر حكم، والمحكمة نفسها في السماء هتكون مجبرة تنفذ الحكم ده. فعلا كده يا أخواتي. والوثيقة اللي عملوها دي فيها 3 طلبات واضحة جدا. أول حاجة، طلبوا من ربنا إن كل عدو وخاين وعميل للشر يتشال من وسط الشعب اليهودي ومن كل أرض إسرائيل. والطلب الثاني هو إن ربنا يكشف مين هو المسيح، وإن ربنا يوضح بالضبط مين الشخص ده، ويشيل أي عقبة قدام إعادة بناء الهيكل الثالث. زي ما أكيد عارف، الكتاب المقدس بيقول إن كان فيه هيكلين والهيكل الأخير اتدمر، ودلوقتي اللي فاضل بس هو الجدار اللي اسمه حائط المبكى، واليهود بيقفوا هناك يبكوا ويتحسروا ويطلبوا من ربنا إنه يعيد بناء الهيكل ده. بس يا أخي، عارف إيه أكتر حاجة مدهشة؟ المجموعة دي من الحاخامات عايزين كل ده يحصل بسرعة، عندهم استعجال كبير، وكمان عملوا الاجتماع ده بجدية كبيرة. بس الجو بدأ يبقى متوتر جدا عشان الاجتماع استمر لساعات طويلة. وجوه الجو ده 2 من القضاة نفسهم في مجلس الحاخامات صوتوا ضد. ليه؟ كانوا خايفين إن استعجال الحاجات دي هيجيب معاه معاناة أكتر للشعب. وهنا احنا شايفين صح؟ الرجالة دول فعلا مصدقين إن كل اللي بيتقال في المحكمة دي وكل القرارات الرسمية اللي بيعملوها لربنا، مصدقين إن السماء لازم فعلا تعمل اللي هم بيطلبوه. وكمان واحد من القاضيين دول صح. اللي خاف جدا، هو ساب تحذير جدي جدا. هو قال لو الحكم ده فعلا ليه تأثير في السماء، الدنيا كلها ممكن تسوق جامد جدا قبل ما أي حاجة تتحسن. وده فعلا اللي حصل.
حصل في الفترة الأخيرة دي دلوقتي في الاجتماع ده في السنهدريم. بس كمان في منظمة اسمها معهد الهيكل، وقليل جدا اللي يعرفوا عنها، لكن هن فعلا أعادوا تصنيع تقريبا كل القطع المقدسة من زمن العهد القديم اللي ليها علاقة بالهيكل، وجهزوا كل البنية علشان تشتغل في أيامنا دي. فعلا كده هم فعلا صنعوا من جديد الشمعدان من الذهب الخالص المنورة اللي وزنها نص طن وفيها 45 كيلو ذهب صافي، قيمتها ملايين الدولارات، ودلوقتي معروضة في الحي اليهودي في القدس. وكمان جهزوا الأبواق والملابس الكهنوتية ومذبح الذبائح وتاج رئيس الكهنة. بس يا أخواتي هنا بيظهر شرط غريب جدا في وسط القصة دي كلها، وهو الآتي: ممكن يكون عندهم الذهب وعندهم الملابس والمذبح وكهنة مدربين وكل حاجة جاهزة، بس تقاليد الحاخامات بتحط قاعدة بتوقف المشروع ده كله. لأن في سفر العدد في العهد القديم في الكتاب المقدس في الإصحاح 19 كلمة ربنا بتقول إن اللي بيلمس ميت بيبقى نجس ومش بيطهر غير برماد عجلة حمراء من غير عيب. يا إخواتي أيوة، هم محتاجين العجلة الحمراء دي من غير عيب. بس اللي حصل إن بعد 70 سنة من ميلاد المسيح الهيكل اتدمر وحصلت حرب في المكان ده، وبالتالي الطقس اللي بيضحوا فيه بالحيوان ده انتهى في سنة 70. وعشان كده لحد النهاردة الناس بيتعتبروا نكسين وبيحتاجوا إن الطقس ده يحصل تاني. وبسبب النجاسة دي مفيش حد بقى ليه إذن يدخل الأجزاء الأكثر قداسة في جبل الهيكل عشان يعيدوا بناء المعبد. وهنا بتيجي نقطة مهمة جدا يا أخواتي، لأن دلوقتي بدأ سباق كبير عشان يدوروا على الحيوان الثمين ده اللي ما فيهوش عيوب حتى في لونه، صح؟ اللي شعره لونه أحمر. وخليني أحكي لك حاجة هنا. في سبتمبر 2022 5 عجلات حمراء جات بالطيران من تكساس على طول لإسرائيل. بس الشرط بتاع الحاخامات ده صارم جدا، لأن لو الحيوان فيه شعرتين بلون تاني في جسمه بيتعتبر غير صالح على طول. ومع نمو الحيوانات بدأ يطلع لهم شوية شعر أسود وأبيض. وفي أغسطس سنة 2025 معهد الهيكل أعلن بشكل رسمي إن ولا واحدة من العجلات ال5 دي بقت صالحة. وبصوا على المفارقة المدهشة ده، صح يا إخوتي؟ عندهم القطع المقدسة والكهنة جاهزين وسنين طويلة من التخطيط، لكن كل حاجة واقفة بسبب شوية شعر في الحيوان. وعلى فكرة هم بيدوروا على العجلة دي بقالهم أكتر من 20 سنة ولسه بيقابلوا نفس الحاجة، نفس المشكلة. فلما حد مش عارف الكتاب المقدس يسمع عن العجلة الحمراء والهيكل الثالث ونبوات الكتاب المقدس، أول رد فعل بيكون إيه؟ بيخافوا وبيتخضوا عشان الناس بتفتكر إن نهاية العالم جات فجأة، وفي ناس تانية بالعكس بتفرح ومستنية الموضوع ده، صح؟ وبيفتكروا إن الحاخامات في الحقيقة بينادوا برجوع يسوع. بس ركز كويس، لأن هنا إحنا محتاجين تمييز روحي. يا إخواتي في فرق كبير جدا بين المسيح اللي الناس دي مستنياه وبين المسيح اللي إحنا مستنينه، اللي قال إنه هيرجع في آخر الزمان. يا إخواتي كتير من اليهود مستنيين إن المسيح يظهر قريب، بس المسيح اللي هم مستنيينه مش هو يسوع المسيح يسوع الناصري. زي ما انت عارف هم ما قبلوش يسوع كابن الله لما كان هنا على الأرض، ولسه لحد النهاردة هم مستنيين واحد تاني، مخلص تاني. وهنا لازم ناخد بالنا كويس جدا، لأنهم وهم مستنيين القائد ده علشان يغير واقع إسرائيل، الكتاب المقدس بينبهنا عن رجل هيظهر في آخر الزمان وهيخدع الجموع وهيخدع العالم كله، وإحنا كمسيحيين بنعرفه باسم المسيح الدجال. في البداية ناس كتير هتثق في الراجل ده وهيفتكروا إنه عنده الحلول لأكبر مشاكل البشرية، لكن ورا صورة المنقذ دي هيكون في فخ رهيب. والرسول بولس كتب تحذير خطير جدا عن ظهور الراجل ده، وشرح بوضوح إيه اللي هيحصل قبل يوم رجوع يسوع عشان الكنيسة ما تبقاش يأسة أو تايهة، وكمان عشان إحنا ما منتفاجئش أو نكون مش مستعدين. شوف بولس قال إيه في رسالة تسالونيكي الثانية الإصحاح الثاني من أول عدد 3. هو قال كده: محدش بأي شكل من الأشكال يخدعكم، لأن ده مش هيحصل إلا لما يجي الارتداد الأول ويتكشف إنسان الخطيئة ابن الهلاك اللي بيعاند
وبيقوم ضد كل حاجة اسمها إله أو بتتعبد، لدرجة إنه حيقعد كأنه الله في هيكل الله وعايز يبان إنه هو الله. بصوا هنا إخوات، هنا الرسول بولس طمن الإخوات فعلا ووراهم إن فيه مخادع كبير، هو مش هيظهر غير لما الارتداد يسيطر على كل حاجة. وكلمة ارتداد جاية من كلمة طلاق، يعني لما الناس بتسيب الإيمان ولما الناس تكون مشغولة تماما وعاصية ومش عايزة تعرف فعلا إيه اللي ربنا مجهزه لينا. وهو قال لما يحصل البرود الروحي ده اللي هيأثر على كل الناس وبيننا كده يا إخواتي، ده فعلا بيحصل دلوقتي. وبعدين هو قال إن الراجل ده بتاع الضياع، الهلاك، هو هيعمل إهانة فظيعة. هو هيدخل معبد في أورشليم ويطالب الناس بعبادته كالله. هو هيقعد غالبا هناك على عرش في المعبد ده وهيتعبد له كالله لأنه عايز يبان كأنه الله. دلوقتي فكر معايا في حاجة، عشان يقعد في معبد في المستقبل لازم المبنى ده يكون موجود، صح؟ والسنين طويلة ناس كتير كانوا بيشككوا في ده، لأن المبنى القديم اتدمر على إيد الرومان، وكمان المكان التاريخي ده دلوقتي عليه مباني إسلامية. بس دلوقتي يا إخواتي الاحتمال ده ما بقاش مجرد نظرية، في مجموعات كتير منظمة شغالة على إعادة البناء، وبيصنعوا الأدوات دي فعلا وبياخدوا قرارات دينية حقيقية. يعني اللي كان زمان شكله مستحيل بقى بيتناقش تاني بشكل علني في العالم، وعشان كده الخبر ده مهم جدا. فكر معايا، الهيكل الديني خلاص متخطط له، فيه نموذج مصغر وكل حاجة جاهزة. هم عندهم التوقع ده إن المسيح المنتظر هيظهر في أي لحظة، وكل الخطة وكل حاجة ماشية في نفس الاتجاه. وبعدين يسوع قال حاجة مثيرة للاهتمام هناك في إنجيل متى الإصحاح 24 الآية 15، قال كده: اسمعوا، هيجي اليوم اللي هتشوفوا فيه اللي اتكلم عنه النبي دانيال، الرجسة، الخراب اللي هتتحط في المكان المقدس. وبعدين يا إخواتي من اللحظة دي هو هيبدأ يقول: واللي هيكون في اليهودية يهرب للجبال، واللي هيكون فوق السطح فوق البيت ما ينزلش ياخد حاجته، واللي هيكون في الحقل ما يرجعش حتى ياخد الرداء بتاعه. وهيكون الأيام دي صعبة جدا على الحوامل واللي بيرضعوا. يعني هو قال لما تشوفوا ده بيحصل اهربوا. في الحالة دي هو كان بيتكلم بوضوح مع اليهود، صح؟ لأنه ذكر كل حاجة ليها علاقة باليهود، السطح فوق البيت، وده شائع جدا النوع ده من العمارة هناك في إسرائيل. هو كمان قال في الآية 20 إنهم بيصلوا علشان الهروب ما يحصلش في الشتاء ولا في يوم السبت، عشان هيكون في ضيق شديد زي ما حصلش قبل كده في تاريخ البشرية. وليه هو قال في يوم السبت؟ عشان يوم السبت مقدس عند اليهود، وهم بيؤمنوا إن اليوم ده مش المفروض يعملوا فيه أي حاجة، لا شغل ولا أي حاجة، بس يكونوا مكرسين لربنا. ويسوع قال إن الرجس ده هيحصل في المكان المقدس. يعني هو بيشاور مباشرة على الهيكل اللي في أورشليم، وبيأكد النبوة بتاعة دانيال، وده شبه قوي اللي حصل زمان. خلينا أشرح لك. من قرون كتير قبل يسوع كان في راجل اسمه أنطيوخوس أبيفانيوس، هو غزا أورشليم، هو وقف الذبائح ونجس الهيكل لدرجة أنه أمر بتقديم ذبائح نجسة جواه، حتى ذبائح خنازير، وده شيء مكروه جدا عند اليهود. عشان كده كتيرين شايفين أن اللي حصل ده كان زي تمهيد للي هيحصل في نهاية الزمان. طبعا الكتاب المقدس ما قالش بشكل صريح إن ضد المسيح هيقدم ذبيحة خنزير في الهيكل، لكن اللي دانيال كشفه هو إن الراجل ده الحاكم في نهاية الزمان هو هيعمل اتفاق لمدة 7 سنين، وفي نص المدة دي هيكسر الاتفاق وهيأمر بوقف الذبائح وهيدنس المكان المقدس ده، فاهم؟ وممكن تسأل نفسك، بس يا قسيس لو يسوع خلاص ضحى بنفسه على الصليب، ليه الكتاب المقدس بيتكلم عن رجوع ذبائح الحيوانات تاني؟ الحكاية إن الذبايح دي يا إخوة مش هترجع، لأن ربنا محتاجها عشان يخلص حد، لكن علشان اليهود اللي رفضوا يسوع هم لسه بيتبعوا طقوس الشريعة القديمة بتاعة العهد القديم. وهنا بنشوف ارتباط كامل بالبقرة الحمراء دي، لأن في سفر العبرانيين بيتكلم عن رماد البقرة عشان يوضح إن دم الحيوانات كان بينظف الجسم من جوه بس، لكن دم يسوع بينظف ضميرنا وبيقربنا من ربنا. فشوفوا الفرق يا إخواتي. وفي الوقت اللي الناس فيه بيدوروا على الحيوان المثالي عشان يحاولوا يتطهروا،
الكتاب المقدس بيعلمنا إن يسوع هو اللي عمل التطهير النهائي والأبدي على صليب الجلجثة، وعشان كده الموضوع ده يستحق انتباهنا، لأنه الخطر في الأيام الأخيرة مش قلة الدين، لأن الناس هيفضلوا متدينين، لكن في الحقيقة خداع بيجي في شكل القداسة، لكن في الحقيقة بيبعد الناس عن يسوع وبيقودهم للمسيح الدجال نفسه. هو هيستغل الجو الديني ده علشان يخدع العالم. حتى في وقته هو هيكون في النبي الكذاب اللي هيكون دوره يروج للمسيح الدجال قدام البشرية. وزي ما الروح القدس بيقنع الناس إن يسوع هو الطريق والحق والحياة، النبي الكذاب هيعمل العكس بالظبط. فاهم؟ في الحقيقة هو هيقود الناس للشر للمسيح الدجال. يعني يا إخواتي، ده مش معناه إن كل ده هيحصل بكرة، أو إننا لازم نقول إن الشخص الفلاني هو المسيح الدجال. إحنا لسه ما نقدرش نجزم بأي حاجة. بس يا إخواتي، الحقيقة إن نبوءات الكتاب المقدس بتتحقق بطريقة مذهلة. وكمان أنا عايز أقرأ لكم مقطع أخير عشان تفهموا ربنا عايز يودينا فين، وإيه الطريق اللي هو عايزنا نمشي فيه. شوفوا بولس قال إيه في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 3 الآيتين 16 و17. هو قال كده: أنتم مش عارفين إنكم هيكل الله وإن روح الله ساكن فيكم؟ لو حد هدم هيكل الله ربنا هيهلكه، لأن هيكل الله مقدس وأنتم الهيكل ده. بصوا كده يا إخواتي، ده شيء مدهش فعلا. في الوقت اللي العالم كله مركز على مبنى هناك في أورشليم، الرسول بولس بيفكرنا بحقيقة أعظم بكتير. ربنا مش ساكن في مباني معمولة بإيدين بشرية. ربنا مش موجود في مكان فيه أحجار كريمة أو ذهب، ولا في حاجات مقدسة. صح، كانت مقدسة زمان في العهد القديم، لكن دلوقتي ما بقتش ليها نفس الأهمية، لأن إحنا دلوقتي بقينا هيكل الروح القدس، ولازم نحط إيماننا في يسوع، ولازم نهتم بالهيكل ده ونسعى لحياة قداسة وطاعة. وساعتها أكيد هنكون بنظهر إيماننا من خلال أعمالنا. آمين. أنا عارف إن يمكن تكون اتعلمت حاجة جديدة هنا النهاردة، فبطلب منك تشارك الكلام ده. في ناس كتير محتاجة تكون واخدة بالها من الأخبار الأخيرة اللي بتنتشر اليومين دول. وهسيب لك هنا على الشاشة فيديو شيق جدا تتفرج عليه. ربنا يباركك بقوة، وتحياتي الكبيرة ليك.